السلام عليكم أصدقائي المشاهدين، مساء الخير. هذا واحد المقطع ديال الفيديو كيرجع لسنة 1958 كيوثق زيارة الأديب المصري الكبير عميد الأدب العربي طه حسين إلى المغرب. كيتكلم فيه طه حسين على الصعوبة اللي لقى باش يفهم الدارجة المغربية والصعوبة اللي كيلقاو المغاربة باش يفهموا الدارجة أو العامية المصرية. نتفرجوا في الفيديو. بزاف ديال الناس غادي ينتقدوا هذا الفيديو هذا من منظورنا الحالي وغادي يقولوا بأنهم كيفهموا المصرية، ولكن إلا رجعنا لسنة 1958 ولا لسنة 1919 غادي يكون الوضع مختلف. غادي نعطيكم واحد المرجع ودعوة للقراءة سميتو فاس قبل الحماية. هو مؤلف مترجم عن الفرنسي روجيلو تورنو كان أستاذ في ثانوية مولاي إدريس، أستاذ الفرنسية ومسؤول إداري كذلك فيما بعد، وكان شغوف بفاس، وخلى لنا واحد المرجع من جزئين فيه جميع ما يتعلق بفاس، واللي كيهمنا هي الدارجة اللي كيتكلموا بها في فاس. فاش كنتكلموا على الأعراس أو على الأسواق أو على الأضرحة أو على الخطوبة أو على أي شيء يتعلق بفاس، التقاليد والحياة اليومية، كنلقاو الكثير من الكلمات الأمازيغية التي اندثرت اليوم ولم تعد تستعمل. الدارجة المغربية كما كنعرفوها اليوم ماشي هي كما كانت 40 سنة هذه، ماشي هي كما كانت 100 سنة هذه، ماشي هي كما كانت منذ قرون. وهذا الشيء كيخلينا نرجعوا لواحد المعطى علمي مهم جدا. محمد شفيق كتب واحد الكتاب سميتو الدارجة المغربية مجال توارد بين العربية والأمازيغية، وهو من إصدارات أكاديمية المملكة المغربية سنة 1999. شنو أهم ما كيجي في هذا الكتاب هذا؟ فيه رؤية علمية من اللسانيات كتقول بأن أي لغة إلا بنا نعتبروا الدارجة لغة فهي عندها رعاة ديال الأسس، لأن بزاف ديال الناس كيعتبروا الدارجة مثل الفصحى عربية 100%، وكيشوفوا واحد المعطى اللي ما غاديش نقدروا ننكروه، هو أن أغلب الكلمات اللي كنتكلموا بها في الدارجة ديالنا هي كلمات عربية، لا مجال للشك في هذا الأمر. ولكن من منظور لساني اللغة ماشي مجرد كلمات، لأن علاش؟ أشنو اللي خلى طه حسين أو لا أي مصري ما يفهمش اللغة ديالنا الدارجة؟ الجواب هو أنه اللغة فيها الجانب الصوتي مهم جدا. كيفاش كتنطق الدارجة راه هي حسب الدراسات اللسانية أكثر ميلا إلى الأمازيغية، لأنها هي مجال توارد. شنو كاين مجال توارد؟ مجال تفاعل، هي بين وبين، هي حركة سكان المغرب الأمازيغ لكي يصبحوا عرب أو لكي يتعلموا العربية أو لكي يتواصلوا بالعربية. ما وصلوش أنهم يتكلموا بالفصحى، لأن الفصحى ما كاين في حتى شي بلاد كيتكلم بها بشكل مباشر، ولكن طريقتهم في العربية حملت الكثير من الأمازيغ. أولا الجانب الصوتي كما يقول محمد شفيق، الصوتيات في ترتيب الكلمات، في صيغة الكلمات، في النبر وفي غير ذلك، فهو أمازيغي إلى فيه ميل كذلك إلى العربية. ثم هناك التركيب، ثم هناك الصرف، ثم هناك الكلمة. هذه 4 ديال الحوايج اللي خديناهم غنلقاو بأن الدارجة علميا هي واحد اللغة هجينة بين الأمازيغية والعربية. طبعا ما غاديش نقولوا أنها أمازيغية 100%، واش نقولوا أنها عربية، لأن الناس اللي كيقولوا أنها عربية كأنهم كيعوضوا بها الفصحى، أو اللي كيقول أنها موازية للفصحى، أو أن البعض يتحدث عن فصاحة الدارجة. إن كان الأمر يتعلق بالكلمات، نعم الكلمات كاين كلمات فصيحة، ولكن شنو غنقولوا لديك الكلمات اللي ماشي فصيحة ننكروها؟ كاين واحد المسألة مهمة جدا. علاش حنا في 2026 اليوم كنشوفوا بأن هذيك الشهادة ديال طه حسين ماشي في محلها؟ حنا كنفهموا المصرية، ماشي انا ولكن بزاف ديال المغاربه كيقولوا انهم كيفهموا المصريه. انا براسي كنلقى صعوبه فاش كنشوف شي عمل او شي حوار بالمصريه ما كنفهمش بزاف، ولكن كاين بزاف ديال الناس كيقول لك حنا ولينا كنفهموا المصريه. علاش؟ لان المغاربه من الاستقلال، من الستينات على الخصوص، اول قناه مغربيه كانت دارت البرامج ديالها فيها مجموعه من الاعمال المصريه، سواء تعلق الأمر بالمسلسلات
أو بالفكاهة الرمضانية أو بالأفلام، كانت إنتاجات غزيرة مصرية، وهذا الشيء خلى المغاربة أنهم يتعلموا ويعرفوا المصرية. ولكن واش المغاربة عندهم نفس الهيمنة الثقافية باش يخليوا المصريين يعرضوا أفلام أو أعمال أو برامج بالدارجة المغربية؟ لا. أنا كنشوفوا كانت المركزية المصرية والمغرب، كان المغرب والجزائر كانوا غير مستهلكين الثقافة المصرية والأفكار القومية وما إلى ذلك. وما نكروش كذلك أنه في نفس الفترة الستينات السبعينات الثمانينات التسعينات الأمازيغية مغيبة كأنها ما كايناش، كأنها حاليا باغي يتجاوزوا. وبالتالي فاش كنشوفوا الأديب طه حسين يقول بأنه ما كيفهمش الدارجة ديال ديك الساعة بما كانت عليه من أصالة، كانت يعني لغة فيها بزاف ديال الحوايج اللي ما كنستخدموهمش اليوم. كذلك حنا المغاربه الا شفنا باننا كنفهموا المصريه، هذا التحول اللي وقع لنا، لان حسين كيقولوا ان المغاربه ما كيفهموش المصريه، والمغاربه فعلا شحال هذه ما كانوش كيفهموا المصريه، لان كانت لغه غريبه بالنسبه لهم، هما كيتكلموا بالدارجه وكيعرفوا العربيه الفصحى اللي قريب منهم والاغلبيه ديالهم امازيغ. ولكن مع ذلك كاين تحولات، وهذه التحولات هي اللي خصها دائما نوضعوا في الحسبان، انه كاين عامل الزمن، كاين عامل التفاعل. كاينه نقطه مهمه جدا، وهي انه فاش كنتكلموا على اللغه ما كنتكلموش على العرق. المغرب كيجمعنا وطن واحد هو المواطنه المغربيه. هادو فقط اراء حول الهويه، وهي اراء ينبغي ان تستند الى العلوم، يعني العلوم الانسانيه، الانثروبولوجيا على الخصوص، والدراسات اللسانيه، وان تستند على مبادئ. اهم مبدا هو حقوق الانسان، وهو المواطنه اللي كتجمع الجميع واللي كتشكل الغطاء الاساسي للجميع. بغيتي تكون عربي وكتقول وكتسمي الامازيغ بربار وكتبنى خطاب عنصري، لا كذلك، ولكن كيخليك عنصري. ولكن الخطاب ديال على الاقل الامازيغي ما كيقولش ان العرب يجب ابعادهم او لا كاين عنصر عربي وندير له صفه قدحيه وما الى ذلك ونقولوا ما كاينش في التاريخ، لا. وبالتالي ينبغي ان نتبنى خطاب اللي هو عقلاني موضوعي في مساله الهويه. والسلام عليكم.